معاكم يا أحلى اخوات وأحلى صحاب، معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده معانا فضفضة جديدة وحكاية جديدة من القلب، يا رب تكون تعجبكم ويكون قناتي عجباكم واستنى آرائكم وتفعلوا الجرس وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من أنهي بلد. يلا نبدأ فضفضتنا النهارده وبعنوانها مراتي خانتني. طبعا عنوان جامد قوي، أكيد القصة مشوقة. عمركم جربتم تحسوا إن الدنيا وقفت فجأة؟ إن قلبك اتقسم نصين من غير أي إنذار؟ أنا النهاردة بفضفض وبقول لكم حكايتي. كنت فاكر نفسي أسعد إنسان، متجوز الست اللي حلمت بيها، وقلت خلاص لقيت نص التاني. كنت بحارب الدنيا كلها عشانها، أصحى بدري أشتغل الليل وأرجع تعبان لكن مبسوط، لأني برجع لبيتي ولمراتي ولضحكتها. كنت فاكر إن الحب بيكفي وإن التضحية بتترد، بس كنت غلطان. بدأت ألاحظ حاجات غريبة. موبايلها عمره ما بيفارق إيديها، ابتسامة مختلفة بتظهر على وشها، غيابها ساعات من غير ما أعرف هي فين. كل ده حاولت أطنشه. كنت بقول لنفسي ممكن أكون بشك زيادة، ممكن أكون ظالمها، لكن الحقيقة ما بتستخباش. في يوم وهي ناسية تليفونها فتحته لقيت الكارثة. رسائل كله كلام حب، كلام عمره ما اتقال ليا، ضحك شوق ووعود لحد تاني غيري. اللحظة دي كسرتني، مش بس عشان خانتني، لكن عشان حسيت إني كنت عايش كدبة كبيرة. إني كنت إزاي بعد كل اللي بينا تختار حد تاني؟ إزاي بعد سنين من العشرة يبقى جزاتي الخيانة؟ أنا ما كنتش مستني منها اعتذار، كنت مستني على الأقل دمعة إحساس بالذنب، لكن حتى ده ما لقيتهوش. هي عندها جبروت جامد قوي. لقيت برود ولا مبالاة وكان قلبي مش موجود. ساعتها فهمت إن الخيانة مش غلطة لحظة. الخيانة قرار إنك تختار تهد بيت وتكسر قلب وتقتل ثقة. خرجت من البيت وما ببصش ورايا، خرجت وانا حاسس اني دفنت انسان كنت بحبه، دفنت ذكرياتي وضحكتي وثقتي. لكن مع الوقت اكتشفت اني كسبت نفسي، اني نجيت من وهم كان هيموتني كل يوم، اني عرفت الحقيقة قبل ما اضيع عمري كله في خداع. الخيانة وجع بس كمان درس. علمتني ان اللي يبيعني ما يستاهلش دمعة من عيني، وعلمتني ان القوة الحقيقية تبدأ لما تقفل باب على الماضي وتفتح باب جديد لحياتك. لو في يوم اتخنت ما تتكسرش، افتكر ان الخيانة مش نهايتك، الخيانة بداية جديدة ليك. واوعى تدي قلبك تاني لحد ما يستاهلش. طبعا انا مش عارفة اقول ايه بصراحة. القصة اوعى تدي فعلا. هي بني ادمة جحدة، عندها جبروت. طيب حتى لو عرفت يعني ليه كملتي؟ انت مش عايزة كنت بعيدي ومعكيش عيال منه ولا ده عشان تقولي انا مجبرة اعيش معاه. كنت بعيدي واحترمي نفسك واحترميه، احترمي شخصيته واحترمي حبه ليكي، احترموا حياته هو. انت بني ادمه ما تستاهلش عشان اقول لك انت كملي عشان خاطرك. لا، انت كنت بعدتي عشان البني ادم اللي هو عايش معاكي، عشان شخصيته وكرامته واحساسه بيكي. انت ما ينفعش هو يبص فعلا، هو قفل باب ماضي، ما ينفعش هو يبص لك تاني ويحمد ربنا اللي هو ما هوش عيل منك. دي قصتي النهارده وده رايي، واستنى اراءكم ان شاء الله على الصفحه بتاعتي، واستنى كومنتاتكم الجميله. ومع السلامه. راني فضفضة قلبي مع رنوش.